السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إيناس، طالبة طب حاليا وطالبة مدرسة عليا علوم ثانوي سابقا. اليوم جيت نهضر لكم على المقابلة الشفوية تاع المدرسة العليا للأساتذة، بحكم أني خضت التجربة هذه من قبل وعندي خلاصة التجربة تاع دفعتنا كاملة تقريبا اللي هي 120 واحد. تبعوا الفيديو حتى للأخير دقيقة بدقيقة، لأنه كل ثانية فيه راهي بقيمتها وراح تستفادوا منها، وهذا الفيديو ما راحش تلقاو كيفه. قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، لأنه راح تلقاو كل واش تحتاجوه في مشواركم الدراسي بإذن الله، وراح نكون معاكم أول بأول. أول حاجة، واش هي المقابلة الشفوية واش الأهمية تاعها؟ المقابلة الشفوية ما تخلعكمش كامل، راهي مجرد أسئلة واختبارات جد بسيطة يطرحوها عليكم أساتذة من التخصص اللي راكم تقراو فيه، يكونوا أستاذين ولا 3 على حسب المدرسة ولا الملحقة تاعكم. مثلا أنا في تخصص العلوم الطبيعية كانوا 2 أساتذة. الحاجة الثانية اللي رايحين نتكلموا عليها اللي هي الموعد تاع المقابلة وكيفاش تعرفوه. كل مدرسة راح يكون لها موعد مخصص قبل دخول الجامعي بحوالي أسبوع، يقسموكم الفئات وكل فئة عندها يوم محدد تروح فيه. وقتاش وكيفاش نعرف اليوم المحدد نتاعي؟ لازم عليك تكون متابع للصفحة الرسمية تاع المدرسة العليا اللي راح تقرأ فيها ولا الملحقة التابعة لها. راح يحطوا لكم موقع يطلب منك بطبيعة الحال دخل الاسم، اللقب، رقم تسجيل، وتلقائيا راح يخرج لك الموعد المحدد ليك. اسكو كان ما نروحش في هذا الموعد راح نتقصى؟ بالطبع لا، عندك الحق انك اذا فاتك الموعد تاعك تلتحق عادي جدا باليوم اللي بعده، ولكن بالطبع الاولويه راح تكون الاصحاب تاع هذا اليوم كي يخلصوا يجي دور تاعك. اذا انت وش خاسر؟ اذا عندك الوقت من الافضل تروح في اليوم المحدد ليك. شحال المدة الزمنية اللي خصوها لنا للالتحاق في هذا اليوم؟ في اليوم المحدد ليك ابتداء من الساعة 8:30 صباحا، ولكن راح تكون على مدار اليوم كامل، يعني يخلصوا حتى للربعة تاع العشية، لانهم راح يخدموا بالترتيب. تاع اللي وصل الاول يبداو به الاول، واللي وصل بعده يحط البطاقه تاع التعريف تاعو بعده. على شحال تخلصوا وتخرجوا على حسب الترتيب اللي شديتوه. مثلا انا وصلت على 9 تقريبا تاع الصباح وحطيت بطاقتي مع الاوائل، ولكن كي بداو يقلبوا في لي كارت ولات في النصف وما خلصتش حتى 12. واش تدي معاك؟ والاهم من هذا واش تراجع؟ واش لازم ندي معايا؟ الحاجه الوحيده اللي تحتاجوها هي بطاقه التعريف الوطنيه، وفقط. كما كنت نقول لكم تحتاجوها كي تدخلوا عند الاساتذه، يعني باش يبداو الترتيب. ثاني حاجه احنا ننصحكم بها هي نظافه الهندام واللباس. ركزوا مليح على نظافه الملابس تاعكم، البسوا لباس محترم ولايق بكم كاساتذه سواء كنت طفل ولا طفله. ونروحوا للاهم اللي هي واش لازم نراجع. ما راحش نقول لك روح بدون مراجعه وفي نفس الوقت ما تعتبرهاش مراجعه معقده وتوتر روحك، فقط طل على المعارف العامه للتخصص تاعك. مثلا انا تخصص علوم الطبيعه، تطرقت لمفهوم التركيب الضوئي، التنفس، البروتينات، الاستنساخ، وهذا اصلا اي طالب علمي يقدر يجاوب عليهم بدون مراجعه، يعني مش لازم يكون تعريف حرفي صحيح، المهم المفهوم العام برك. دركا رايحين نتكلموا على كواليس المقابله، واش هي الاسئله والاختبارات الشفويه دو ا زد اللي رايحين تعقبوا عليها. مع تدخل للقسم مع اللجنه الاساتذه، اول حاجه بعد السلام عليكم راح يقولوا لك عرف بنفسك. بعد ما تعرف بنفسك اللي هي طبعا راح تكون باللغه تاع التخصص تاعك، اذا كنت فرنسيه راح تعرف بالفرنسيه، اذا كنت انجليزيه راح تعرف بالانجليزيه، اذا كنت لغه عربيه راح تعرف باللغه العربيه الفصحى. اما باقي التخصصات عادي تهدر باللغه الدارجه او كما تحب، يعني مش شرط. اول حاجه يسقسوكم عليها بعد هذا، يعني بعد ما تعرف على نفسك، هي واش رايك في اللغه الانجليزيه، وهل انت من محبين هذه اللغه، لانها راهي تعتبر مستقبل الدراسات الجامعيه والمسار المهني في الجزائر. ويبداو يحكي لكم. المهم هذا السؤال راهو في جميع التخصصات، سواء كنت اجتماعيات، علوم، عربيه، فلسفه الى اخره، راح يسالوكم هذا السؤال، لانه الدراسه اغلبيتها راح تكون باللغه الانجليزيه. بعد ما تجاوبهم راح يقولوا لك عرف بنفسك باللغة الإنجليزية. هنا انت وش طارتك؟ كاين اللي يعرف يجاوب إجابة مميزة، وكاين اللي تعريف بسيط يكفيه. راكم هذا من خرجتم الثانوي، بالطبع ما راحش تكونوا بيرفكت، راح تتطوروا مع الوقت. انا نشفى كي كنت نستنى كاين بنات حتى اللي ترجموا التعريف وحفظوه في نفس الوقت وقالوه لهم عادي.
واش لازم تقول لهم فيه؟ تحتاج اسمك، لقبك، عمرك، التخصص اللي اخترته، الشعبة اللي كنت فيها، ومعدل الباك، واللي حب يزيد مهارات ولا هوايات يعرفها يزيدها فقط من أجل التميز. السؤال اللي بعده أيضا واللي راح يسقسيوه لكافة الطلبة هو على خيط المدرسة العليا للأساتذة بالذات، وبالنسبة للطلبة اللي تحصلوا على معدلات عالية حيسقسيوكم أيضا على ما توجهتوش للذكاء الاصطناعي ولا للأمن السيبراني أو حتى لأحد المجالات الطبية. مثلا أنا قالوا لي علاه ما درتيش ميديسين طونكو معدلك راهو وصلك، مي اخترتي العلوم الطبيعية اللي راهي أشبه بالمجالات الطبية. كاين اللي راح يجاوبهم يقول لهم حلمي التعليم منذ الصغر، وهذا الاجابه متكرره بزاف لدرجه انهم كرهوها. انا كي جيت راح نجاوب قالوا لي يا اخي ماشي حتقول لنا حلمي، راهي قهمسنا هذا الكلمه، وانا اصلا كنت ماش حنجاوب هذه الاجابه. قلت لهم بلي لفتره حتى المتوسط ما كانش حلمي اطلاقا التعليم، لكن في الثانوي التقيت باستاذه حفظها الله حببتني في ماده العلوم، وايضا اقتديت بخالتي اللي كانت استاذه جامعيه وحبيت التعليم اكثر. وبهذه الاجابه فتحت أسئلة أخرى لنفسي. قالوا لي دام أنك حبيتي التعليم على خيرتي المدرسة العليا بالتحديد وما توجهتيش للجامعة، قلت لهم بلي المدرسة العليا تضمن لك تكوين مهني جيد وتكونك باش تولي أستاذ ذو خبرة، إضافة إلى توظيف المضمون المباشر، وأيضا معروف أنها مدرسة النخبة، لذا كانت وجهتي الأولى. قالوا لي قلتي بلي خالتك أستاذة جامعية، هل تعرفي أن المدرسة العليا تضمن تعليم الدكتوراه باش تقدري تولي أستاذة جامعية مستقبلا؟ وبداو يشرحوا لي وتكلموا لي عليها. بعدها راح يسقسوكم على بديهيات مادة التخصص تاعكم كما قلت لكم سابقا، التعاريف اللي قريتوها مسبقا. يزيدوا لكم سؤال اخر غير متعلق بواش قريتو بالباك فقط، يعني طيلة المتوسط والثانوي. مثال من التجربة تاعي، سقسوني على مقر نشأة البروتينات وبعدها اسماء بعض الانزيمات اللي قريناهم، والسؤال جديد قالوا لي عرفينا دورة المياه. انا ما نكذبش عليكم ما جاش في بالي كاع الاجابه على هذا السؤال، وراسي راح حسيت كان لازم تقول لي اشرحي لي دورة الماء في الطبيعة، ما يهمش داركت الوضع وقلت لهم باللي المواضيع تختلف والدروس تتنوع. الأهم من هذا طريقة التدريس ومنهجية التعليم اللي تبدأ من التحضير الجيد للدروس في المنزل، ما نخلي حتى سؤال ما نعرفوش هكذا باش نقدر ننقل المعرفة الكاملة للتلميذ، خصوصا وأنه كاين تلاميذ يحبوا يتعمقوا في الدروس، وأنا عن نفسي راح نشرح لهم الدرس كل تفصيلة فيه، وراح يكون مدعم بوثائق نحلوها مع بعض ونتوصلوا الاستنتاجات. طبعا بعد ما نخلص الدرس حندير لهم ريزومي خفيف في اخر الحصه، والحصه اللي بعدها ايضا نذكرهم به، كما يقولوا درس لها مراوغه. وهذا اكبر دليل على انه مش عيب انك ما تعرفش الاجابه تاع السؤال، المهم ما تسكتش، جاوب المهم بطريقه اخرى، حاول ما تبقاش ساكت. ولكن عادي اذا ما عرفتش الاجابه تاع هذا السؤال، زميلتي سقسبها لتعريف التنفس واحنا في العام تاعنا ما قريناهاش، عادي جدا قالت لها ما نعرفوش وغيروا لها السؤال. نروحوا للاختبار تاع السمع النظر والكتابه. امتحان السمع يكون ضمن الاول، يعني كي تكون تهدر معاهم يسالوك ولا يشوفوك اسكو تسمعهم مليح ولا لا، وعلى الاغلب يكوشيوها مباشره وانت تجاوب، لانه حتكون عندهم ورقه فيها الاختبارات والاسئله. انا عقبت مع الدفعات الاخيره يعني كوشيت لي مباشره، لكن اللي عقبوا من الاول كانوا يقولوا لهم يبعدوا شويه، يسقسيوهم بدرجه صوت مختلفه اسكو راهم يسمعوا فيهم. روحوا ثانيا لاختبار النظر، كاين بزاف اللي خافوا منه بحكم اغلبيه التلاميذ ما يشوفوش مليح ولا دايرين نظاره طبيه. عادي جدا ما تسخلعوش، فقط ادوا معكم نظاراتكم وما تنسوهمش لانه يديروا لكم اختبار النظر. الاختبار اللي بعده هو اختبار الكتابة والمقروئية تاعها. يقول لك اكتب في السبورة عبارة مثلا السلام عليكم ولا أي عبارة راك حبها، يشوفوا وضوح الخط تاعكم ومقروئية الكتابة، وأصلا ما راحش يعتمدوا على هذا الأساس، لأن التلميذ راح يقرأ 5 سنوات إذا كان ابتدائي ولا متوسط، ولا 6 سنوات إذا ثانوي. بطبيعة الحال راح يطور من نفسه خطا وقراءة. وعن نفسي ما داروليش هذه الاختبارات على النظر السمع والقراءة بعد الإجابة الأسطورية اللي قلتها لهم. قالوا لي حسيناك وكأنك أستاذة معنا في القطاع، وضحكوا وقالوا لي خلاص اتفضلي. على الأغلب هذه الأسئلة يطرحوهم على اللي يدخلوا مع الأول، يكونوا يطولوا معاهم، مي اللي مع الآخر يوليو ليك يديو برك 5 دقائق وتخلص. في النهاية حابة نقول لكم ما تخافوش وما تتوتروش وما تعطيوهاش قيمة فوق قيمتها، لأنه أغلبيتكم إذا ماشي كامل راكم مقبولين بإذن الله بنسبة 99%. اللي ما تقبلوش فقط هما الناس اللي يقولوها صراحة للأساتذة باللي ما راناش حابين التعليم ولا رايحين نحبسوها، ولا الناس اللي غابوا وما حضروش إطلاقا، هذو هما اللي يترفضوا
تجاوبوا، أما الباقي كامل راكم مقبولين بإذن الله. أهلا بكم في قطاع التعليم، مرحبا بكم أساتذتنا الجدد في هذا العالم. ما تنسوش تشتركوا في القناة، راح تستفادوا بإذن الله، وراح نحط لكم كل وش تحتاجوه. أي سؤال اتركوه في التعليقات راح نجاوبكم واحد بواحد. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. المهم المفعول